شوف هالفكرة، نايك اخترعت أحذية تساعدك تركز أكثر وانت لابسها، اسمها مايند أو 2. دا تشوف هاي الكرات البرتقالية اللي تحت الحذاء، السر كله بيها لأنها محطوطات بشكل مدروس حتى تتفاعل ويا نقاط الضغط الموجودة برجلك، ولما تتفاعل هاي النقاط راح تحفز جزء من دماغك اللي يساعدك على التركيز وتطفي الأجزاء اللي تخليك تسرح أو تشتت، يعني حرفيا تصير تركز أكثر لأنك لابس هذا الحذاء. شيء غريب بصراحة، بس الشيء الحلو مو الحذاء وإنما طريقة تصميمه الجديدة تماما، لأنه نايكي بنت قسم سري كامل مخصص لتطوير الأحذية اللي تعزز أداء عقلك. وإذا تفكر بيها الطريقة هاي مختلفة عن تصميم باقي الأحذية، لأن كل شركات الأحذية تعتمد يا إما على شكل الحذاء أو الراحة، وإذا كلش ممكن يخففون الوزن على مود تركض أسرع أو تقفز أعلى. بس هالمرة نايكي بدأت من العقل، لأنهم استقبلوا دكاترة مختصين بعلم الأعصاب حتى يدرسون شلون يقدرون يخترقون الدماغ وبعدين يبنون حذاء يسوي هالشي تلقائيا. وأعرف إيش تفكر، يمكن تكون هاي حركة تسويقية، شنو يعني حذاء ينشط الدماغ؟ فكرة تحسها سخيفة، بس تخيل لو فعلا تحصل 20% زيادة بقوة دماغك بس لأنك لابس نوع معين من الأحذية. أضمن لك كل لاعب محترف بالعالم راح يريد يلبس هذا النوع من الأحذية، ونايكي راح تكون فعلا اخترعت فئة جديدة من الأحذية.